اهلا بيكم في مراجعة جديدة. مراجعة النهاردة للناس اللي بتحب السفر بس بتكره اللف ورا الاسعار. انتوا النهاردة مش قدام ابلكيشن عادي بيحجز تذاكر وخلاص، احنا قدام كنز مدفون في الماركت اسمه ماي ترايب. لو انت من الناس اللي بتخاف من مصاريف الحجز المخفية اللي بتظهر فجأة في الاخر، او بتشيل هم الترانزيت وازاي تظبطه، الفيديو ده معمول ليك مخصوص. النهاردة هقولك ليه التطبيق ده واخد تقييمات 4.4 من 50,000 مستخدم، وهطلع لك التركات المستخبية اللي هتخليك تحجز أرخص تذكرة طيران شفتها في حياتك. فيلا بينا بسرعة نبدأ المراجعة، وما تنساش لو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وخليني اقول لكم في الاول هو ايه ماي ترايب. ماي ترايب ابلكيشن تابع لشركة عالمية عملاقة جدا اسمها اي ترافل جروب اي بي. يعني مش تطبيق مجهول طالع النهاردة الصبح للنور، ده وراه حيتان في سوق السفر والسياحة. فكرته العبقرية انه بيعمل ايه؟ بيعمل لك مسح شامل اسكان لكل شركات الطيران في العالم في ثواني. الميزة هنا بقى انه مش بس بيجيب لك الشركات الكبيرة الغالية زي مصر الطيران او الاماراتية مثلا، لا ده كمان هتلاقي عنده تفاصيل شركات الطيران الاقتصادية اللي ممكن ما تخطرش على بالك، ويجمع لك رحلة متفصلة على مقاس جيبك انت بالظبط. وتعالوا بقى نعد المميزات اللي فيها ضرب نار. اولا، ضمان السعر. التطبيق كاتبها عيني عينك كده في عنوانه على الستور، ضمان السعر. ودي معناها ان السيستم مبني انه بيديك السعر الحقيقي بدون لف ولا دوران، وبيقارن كمان بين كذا وسيط عشان يرسيك على البر الارخص. تاني ميزة هتلاقيها وهي زي ما انت شايف في الصور، واجهة بسيطة جدا، تصميم أنيق، بسيط جدا، بتكتب رايح فين وجاي منين، وهو بيرتب لك الرحلات بمنتهى الذكاء من الأرخص للأسرع، وانت تختار. تالت ميزة وهي جامدة جدا من التطبيق، تذكرتك اوفلاين موجودة في جيبك، اكسس اون ذا جو. البوردنج باس بتاعتك بيبقى جوه الابليكيشن، تفتح الموبايل في المطار وتعدي بيه حتى لو ما عندكش انترنت او باقة في بلد اللي انت مسافر فيها. انسى بقى زمن طباعة الورق والدوخة دي. البوردنج باس بتاعتك موجودة على تليفونك، وحتى انت مش محتاج تبقى متصل بالانترنت. رابع ميزة وهي المنبه الذكي. لو حصل اي تغيير في ميعاد رحلتك او في مكان البوابة او رقم البوابة اتغيرت، الابليكيشن بتبعت لك تنبيه فوري على موبايلك تلحقك قبل اي حد وقبل ما تتأخر على ميعادك. وجينا بقى لوقت التريكات المستخبية. ركز بقى معايا في الحتة دي عشان ده اللي فيه توفير الفلوس بجد، واتحداك لو حد غيري هيقولك عليه. واول تريكة هقولك عليها، ساعات لما تيجي تسافر بلد بعيدة التذكرة المباشرة بتكون غالية نار. ماي ترايب بقى عنده خوارزمة عبقرية جدا، بتربط رحلات من شركات طيران مختلفة مش تابعة لبعض اصلا، ويعمل لك بينهم ترانزيت ذكي كده بسعر خيالي. حركة زي دي هتوفر لك نص تمن التذكرة. يعني انت مش هتروح البلد مباشرة، انت هتلف لفة كده صغيرة وهتعمل ترانزيت في كذا مكان، لكن هتوفر كتير من تمن التذكرة، بيوصل لنص تمن التذكرة. تاني سر هقولك عليه وهو وضع التخفي، ودي تركة عالمية في التطبيق ده. لما تيجي تبحث في التطبيق، لو فضلت تبحث عن نفس الرحلة كذا مرة، السيستم بيفهم انك مهتم ويبدأ يغلي السعر عليك. الحل بقى اللي انا بقوله لك، التركة، السر اللي هقوله لك محدش غيري هيقولك عليه، ادخل من المتصفح الخفي او امسح الكاش بتاع التطبيق قبل ما تأكد الحجز عشان تاخد السعر الاولاني الرخيص. تالت تركة وسر جامد جدا هقولك عليه هي توقيت الفلاش سيل.
من مراقبة السيستم بتاعهم دايما جرب تبحث وتأكد حجزك يوم التلات بالليل أو الأربع الصبح. ده الوقت اللي شركات الطيران بتحدث فيه قاعدة البيانات وبتنزل فيه تذاكر لقطة للتخلص من المقاعد الفاضية. ركز في الوقت ده بالذات، يوم التلات بالليل ويوم الأربع الصبح أحسن سعر للتذكرة. في الاخر عايزه اقول لكم يا جماعه ان السفر متعه، ما ينفعش تبدا المتعه دي وانت شايل هم المحفظه والدفع. تطبيق ماي ترايب اداه قويه جدا في جيبك لو عرفت تشغلها صح زي ما شرحت لك في الفيديو، واستغليت كل التريكات المستخبيه اللي هتوفر لك نص تمن رحلتك. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات لو استخدمت التطبيق ايه اكتر بلد نفسك تسافر ليها الفتره الجايه، واللي جرب التطبيق يكتب لي تجربته مع التطبيق كانت إيجابية ولا سلبية. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.